السلام عليكم الحبايب الزوينين، مرحبا بكم معايا فيديو جديد اليوم ان شاء الله. واحد الفيديو يعني خفيف ظريف هكايا. جا الجارديني، قطع الجردة، ودابا غادي نسيق قدام الباب ونسيق الدروج. وقلت ليه باش يشد داك الطراب ديال الجردة يقلبوه، حيت حاشاكم المشاش كيبقاو يديروا عليه بيبي وانتم داك المهم لي بوزوان ديالهم. قلت ليه يقلبها، ولكن قال لك لا، تيجي شي نهار اخر ويقلبها. المهم نشوف غادي نشطب غير هكايا. المهم نتوما غادي تشوفوا معايا الفيديو صافي. المهم غادي نسيق الدنيا ونحك الكراج ونحك قدام الدار بتيتو جافيل وصاني كروا. ايوا نتوما معايا فيديو جديد. يلا حتى شميتو شي نهار اخر، وهنا هاد الصالون غادي نهزو. نهزو كامل على الغبره وصافي شي نهار ونشاركو معاكم تاو. وانا البنات الحباب الزوينين عندي داك البرودوي الاحمر حتى نشاركو معاكم. هذاك راه قديتو من عند مالين الدروغريات ديال الا كان شي بحال مثلا السيما، ولا كان شي حاجه هكا لاصقه لكم في الرخام ولا شي حاجه، فكديروا كيحيد داكشي كامل. فتماك كان عندي شي ليطاج تماك. وتا هنايا هاد البلاصه راه دابا غادي نشاركها معكم. هذيك البلاصه كانت فيها واحد الماكينه ديال لا ماشين افيسين، كانت بقات تماك شحال. كانت جبتها من عند المعلم وخرجوها لي البنات. واحد البنت كانت المهم كانت عندنا هنا في الدار، كانت المساعده ديال الحاج الله يرحمها. خرجتها لي على برا وصبت عليها شتا، بقات تماك شي شحال شي عامين ولا ما عرفت 3 سنين. المهم شي بقات تماك تصبت عليها الشتا وخلات دوك لي تخاص. فهاد البرودوي البنات راه سميتو الو. كيتباع عند مول الدروغري وقيلا 15 ولا 16 درهم، ولكن راه واعر. كيخلي لا موزيك بيض، كيخلي الرخام بيض. غير هو حكو مزيان وردو مع البال صافي. المهم حكيت هذوك اللي تخاص هكاك اللي كاينين تماك، ديك الكحوليه بحال الصدى تماك، بحال الوسخ. المهم الوسخ بقى ديال عامين تماك. حكيته مزيان صافي راه تحيد. صافي هنايا من بعد هنايا هذه عابره هي اللي تتصورني ضروري من الشغب ديالها. صافي هنايا من بعد ما حكيت داك الدروج كامل ودرت ليه صانيكر واحد. صانيكر راه فيه جافيل وفيه التيد. خرجت هنايا قدام الباب حتى هو مع الجارديني. منين خرج جبنا واحد السيد اخر هز حاشاكم هذاك الزبل ديال الجرده كامل صافي. وتماك عمر بداكشي ديال الورد صافي. خرجت سيقت الزنقه حتى هي كلها حكيتها بتيد جافيل، خليتها نقيه. هنايا صافي هاد البلاصه الدرجه الاخرانيه مع ملصقينها بزاف مع الجرده. عرفتي راه عذبتني ملي كنرش في الجرده. هذاك الطراب كله كيطلع ليا في الدرجه الاولانيه ديك الصغيره. ايوا المهم راه انتما راه اختكم راه حاد ما كاينش، كاين غير الله يعطيك الصحه. صافي منين كملت هذيك الجهه كامله الجرده تعمدت انني ما نرشهاش باش ما نبقاش نهز الغيس برجلي حتى نسالي الدرج وهنا البنات وصلت للكراج من بعد ما سيقت الزنقه كامله ونقيتها. هنا عندي هاد الدار هادي ديال المشيش، داك المشيش اللي كنت كنصور معكم في داك المشيش العرج مسكين. مات مسكين تا هو الله يرحمه. ما عرفت واش دازت عليه طوموبيله ولا شي حاجه. المهم غبر ما بقاش، ولكن قالوا لينا راه مات. ايوا الله يرحمه ويرحم كاع اللي مات. واش غادي نقول لكم صراحه والله الا بقى فينا بقى فينا بزاف. حيت هذاك صراحه كان واخا كان كيجيب لينا المشاش وكيجيب لينا الخنز للجرده والله الا، ولكن كان مونسنا. خصوصا كان ديال السعديه الله يرحمها، كان عزيز عليا داك المش. كنت كتهلا فيه. عرفتي شحال خاسر عليه ديال الفلوس هذاك. غير اوبيراسيون اللي دارت لي مسكين. كانت دازت عليه الطوموبيله وهرست ليه الرجل ومشات حيدت ليه الرجل، درت ليه العمليه بشي 60 الف ريال باش درت ليه العمليه. هذاك مشيت كانت كتموت عليه وعطاوه كلا السم ومشات داواتو. عرفتي راه دوز مع مسكين هذاك المش دوز مع الحرب وتا هي دوزت مع الحرب. كانت مهليه فيه. ومنين مسكينه ماتت بقى عزيز علينا داك المش، كنا كنطلعوا فيه تا مات تا هو.
ايه واش غادي نديرو هادشي اللي كاين غير الله يرحم الله يرحم. صافي منين كملت الكراج عاد دابا غادي نشد الجرده، غادي نسقيها. صافي الحباب الزوينين، هانتوما شوف دوك لي تخاص اللي كانت تماك ديال اللي كنت وريت لكم من قبيله داك الصدى، راه كله تحيد بداك البرودوي. شوفوا لا موزيك كيفاش تبدل ليه اللون ديالو بياض. صافي دابا هنايا منين حكيت الدنيا وصافي وسيقت وحيت ديك الرغوه كامله ديال صاني كروا، فضروري نشف انيا الدروج، ضروري نشفهم. واخا كررتهم هكا بالكراطه وحيدت الماء، خصني الجفاف هكايا باش الا كانت القناتي كي خلاتها ماما، القناتي فيما كانت شي قنت خص ضروري هكا بالجفاف، والجناب هكا ديال الدروج خصهم يتجفوا مزيان وتحيد. ضروري الجفاف، انايا خصني نجفف. رانا رانا رانو رانا नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं ايه وصافي هنا صافي كملت. هذا هو الفينيسيون خلاوها الجرده هي قدها الجارديني مزيان. من بعد غادي يجي باش يقلب هذاك الطراب، وهنا جفات عابر والله سيري جفات. وقيله بان لي غادي نعطيها الكراطه والجفاف نرتاح انا شي شويه. والله الا ضربتها بالشفاه هنا وهبطات جفات لتحت كامل، حتى هو جفات الكوزينه حكت لتحت كامل نقاتو، بقات الدنيا دابا نقيه. يلا اختي نطلعوا نتغداو. ايوا الحباب الزوينين، غادي نوري لكم واحد الطريقه ديال الفلفله كيفاش غنشويها. ماشي دابا انا عندي الفلفله صافي بدات كتلوى ليا، حيت ما هاد الايام ما كنستعملهاش بزاف، بدات كتلوى ليا. غنشويها باش نرقدها في الثومه ورقه سيدنا موسى وشويه الملح والكمون والسكنجبير وزيت العود. والا كان عندكم ازير حتى هو زيدو. المهم انا غنوري لكم الطريقه هذه، واحد الطريقه زعما كتكون هكايا سهله. الا ما كانش عندكم الشوايه، ها انتم ديروا ليها بحال هكا، ها انتم بحال داك الكباب. ها هما البنات، ها هما شفتوا. دابا غادي نديرهم هكا يتشواو. الا كان عندكم الشوايه مثلا اللي ما كانش عندكم الشوايه صراحه، حيت مع الشوايه كتصدى. هذا هو الحل بعد خطرات. عندي انا هاد الشويه هادي، ولكن زعما ما مصديه. ديريها ها انتم كاع، هذا احسن حل اخر. ها شتي العقل المدبر. وانتم الطاجين ها يعني علاش كنديروا، انا كنحطو على هادي ديال سميتو ديال البطبور. دابا انا هذا الطاجين درتو منه العافيه، غيتحرق ويقدر تفرق عليكم، ولكن هادي ما كتخليش الطاجين يتحرق البنات. هادو هما الاسرار اللي كندير انا في الكوزينه.